قيل عنه الصعيدي وقيل صادق اللهجة. وليد عرفة المهندس المعماري المعروف. وجودي في المبنى وهو بيتبني يوميا ده في حد ذاته اصلا بيوريني ما هو التصميم ده هو عباره عن ايه. انت خدت قرار انك انت اللي هترسمه هتبنيه. تجاربي الاولانيه اللي كان بيبقى فيها مقاول، كانت المقاول عنده هدف معين وانا عندي هدف تاني. المجمعات السكنيه اللي بيقولوا عليها كومباوند في مصر بلاقي ان هي ما فيهاش اي فهم للانسان المصري، وبالتالي كل واحد بيشتري وحده في الاماكن دي، اول حاجه بيعملها تخش تكسر كل الحيطان وتبدا من الاول تاني. انت بقى من خلال هذا العلم شايفنا فين مثلا بعد 200 او 300 سنه؟ مش شايف والله. لا يعني ما اقدرش اتكهن بحاجه زي كده لان احنا في حاله سيوله. هل ممكن نعتبر انه التفخيم في المساجد ده، هل ده يشعر المصلي انه ضئيل جنب المكان الاله؟ لكل مقام مقال، فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم في مكان البيوت فيه طين، وفي المدينه بعض البيوت من الحجر من حرة المدينه. المهم ان كل البيوت بسيطه، الارتفاعات بسيطه، فالمسجد لازم يكون جزء من ده ما يكونش شاذ عنه.